السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في قناة يوميات أسماء عدلي مع فيديو جديد. النهاردة بقى أنا جاية أعمل لك إيه بقى يا ست الكل؟ جاية أعمل لك بطاطس بإيه؟ بالكفتة أو كفتة بالبطاطس. ماشي. طبعا إحنا عادة بنعمل الكفتة لوحدها والبطاطس لوحدها، بس أنا هعمل الاتنين مع بعض. وفي بيعملوا بطاطس بالصدق، لا أنا هعمل بطاطس بالكفتة أو كفتة بالبطاطس. طبعا أنا كان عندي بطاطس متقطعة صوابع كده في التلاجة، وحضرت 4 بصلات و4 قرون فلفل و4 طماطمات ونص كيلو لحمة مفرومة. ندخل بقى ايه على الطريقة، هنعمل ايه؟ اول حاجة بنحضر البهارات. هنا في فلفل اسمر، وفي اللي هي ال7 بهارات، وفي الملح. بس ما بحطش اي حاجة تانية. اول حاجة ايه، هرجع الحاجات دي كده على ورا، واجيب ايه البولة دي واحط فيها اللحمة المفرومة، هنزلها. وبعدين هنزل عليها بالبصل اللي انا فرمته. ونصيحة مني اما تعملي البصل تفرميه كويس قوي، ما تفرموهوش خشن. الخشن ده بيبقى معمول اكتر للحمة اللي هي بتاعت اللي هي في العيش. في ناس بتقول عليها حواوشي، اكتر المصاروة بيقولوا حواوشي، واحنا في اسكندرية بنقول عيش باللحمة. فانت بتعملي البصل خشن شوية، لكن الكفتة لازم بتنعمي البصل. انا نعمت البصل وحطيته، وهبتدي طبعا احط البهارات بتاعتي. بس لو ما عندكيش اللي هي ال7 بهارات دي يعني ما تعطليش برضو، عايزه حطي الملح بتاعك والفلفل الاسمر، ومش مشكله خالص اللي هي ال7 بهارات. كده خلاص. انا حط الملح بتاعي، وادي الفلفل، معلقه فلفل. انت بتحطي الملح حسب الرغبه، يعني انت في ناس بتحب الحاجه حادقه، ما اعرفش يعني، هو غلط طبعا. في ناس بتحب الملح قليل، ده اصح اكتر. وفي اللي هو الملح المتوسط، احنا بنحب ولا هو كده ولا كده، في النص. وحطينا ال7 بهارات، معلقه برضو، بتدي طعم حلو قوي، تست حلوه قوي قوي للمفروم او للعيش باللحمه او كده، بتبقى طعمها حلو قوي. خلاص انا بقى هعملها في بعضها كده، وبعدين هرجع لكم تاني. نقطع مع بعض بقى البصل. احنا فرمنا بصلتين، واخدنا الاتنين التانيين هنقطعهم زي ما بيقولوا جوانح، مش حلقات. نقطعها كده، بنحطها في الصينيه من تحت قبل ما نحط البطاطس. طبعا انت الاسهل ليكي ما تمسكيش البصله على بعضها وتقطعيها حلقات، لان هي لما تقطعي حلقات هي ممكن البصله اصلا اوريدي يعني ممكن تجري منك، ما تبقاش ثابته، لو السكينه بارده مش حاميه. لكن لو السكينه حاميه بتبقى عادي جدا انك انت بتقطعيها وبتبقى سهله يعني، مش صعبه. انا بقى عشان السكينه ما كانتش حاميه قوي، قطعت البصله على 2 ومسكت نصها كده، وقطعتها حتت صغيره زي ما انتم شايفين كده جوانح، عشان احطها في الصينيه من تحت. طبعا اوريتكم ازاي قطعت البصل. حلو. اما اجي بقى اقطع الفلفل، مش هقطع طبعا الفلفل كله ولا الطماطم كلها عشان وقت الفيديو، وبرضه عشان ما تزهقوش هقطع طماطميه واحده بس اوريكم قطعتها ازاي. والفلفل طبعا هي مش افتكاسه ولا حاجه، بس الطماطم هتقطع بنفس طريقه البصل، نفس الطريقه دي، مش هتحطي الطماطميه على بعضها وتقطعيها كده. احنا قطعنا الطماطم، وريتكم تقطع ازاي. الفلفل بقى لازم تقطعيه كده، تطلعيه بالنص كده وتطلعي القلب بتاعه. تطلعي القلب بتاعه، البذر بتاعه ما تحطوش في الصينيه، بيبقى الشكل مش حلو يعني، الشكل مش ظريف. هو انا سمعت ان هو بيبقى صحي جدا في الاكل، بس انا مش بحب المنظر ده في الاكل. بشيل لازم البذر، حتى لو بعمل سلطه او اي حاجه بشيل قلب الفلفل. شيلنا قلب الفلفل، نقطع بقى الفلفل حتت صغيره، بيدي منظر للصينيه كمان حلو قوي. يعني البطاطس الالوان، خدوا بالكم من الالوان، البطاطس، الكفته، الفلفل، الطماطم، تحس الالوان عامله شغل جامد اخر حاجه في الصينيه. طبعا انتوا عارفين العين بتاكل قبل معدتك اصلا، يعني انتي شفتي الحاجه ممكن نفسك تفتح عليها لو شكلها حلو. ممكن يبقى الاكل متكلف جامد جدا، بس الشكل مش ظريف يعني، ممكن ما تاكليش منه مع انه متكلف. مش شرط المتكلف في عشان اكل او ما اكلش، الشكل اهم حاجه، الشكل. والطعم اكيد طبعا، انا سامعه واحده بتقول الطعم، اكيد طبعا، والطعم. بتحطي طبعا البطاطس كده بالطريقه دي. طبعا انا حاطه بطريقه عشوائيه، ما رصيتش بطاطس ولا اي حاجه، انا حاطه بطريقه عشوائيه كده. عايزه اقول لكم لما بعمل حاجه بطريقه عشوائيه مش بفكر في الحاجه، بتطلع بجد طعمها تحفه. وطلعت زي العسل بجد، كانت جميله جدا جدا، طعمها حلو قوي. حطيت البطاطس زي ما انتم شايفين كده،
بعدين هبتدي امسك الكفته بقى ايه. طبعا انا عملتها في بعضها ايه البصل مع التوابل بتاعتها، وهبتدي بقى اصبعها واحطها. طبعا انا لما عجنتها بايزي عادي، انا باكل ولادي مش باكل حد غريب يعني، فهو عادي جدا الامهات كلها بتعمل كده، اللي هي تقليبه عجنه البصل مع اللحمه يعني. بدات بقى اصبع بقى ايه الكفته واحطها كده جنب بعضها. عايزه اقول لكم لما كنت بعمل الكفته مثلا تخينه شويه كده ومش طويله، بحس ان هي في الاخر تبقى شبه الكوره، معرفش ليه بحس انها مضغوطه كده. فانا حبيت ايه اعملها ابرمها كده واطولها شويه، بحيث ان هي لو كشت حتى بسيط يعني ما تبقاش ايه، يبقى شكلها برضو حلو. فانا بدات اصبع بقى ايه الكفته كده كلها او اللحمه المفرومه، وبعدين حطيت الطماطم والفلفل عليها وتحط في الفرن. طبعا احنا ماشيين خطوه بخطوه كده مع بعض. عايزاكي تنوعي لاولادك، تعمل لهم طبعا الحلو كله عشان خاطر ايه يحبوا الاكل، لان دلوقتي معظم الناس الجيل الجديد ده الاطفال يعني كلها ما بتكملش اكلها، معرفش ايه السبب طبعا. بس انتي كل ما بتنوعي كل ما بيكون افضل، مره تعمليها كده مره تعمليها كده، التغيير حلو برضو عموما في اي حاجه. كده احنا خلاص رصينا ايه المفروم كله، وهنحط الطماطم برضو اللي تاخدي بالك برضو بطريقه عشوائيه، انا مش رصه الطماطم خالص، انا حطاها كده وخلاص كده. وبعدين هبتدي بقى احط الفلفل برضو اديله رشه كده، رشه جريئه رشه جريئه على وش الصينيه هي. يلا انزلي بالفلفل يا اسماء، يلا اديله فلفل. فلفل اخضر كمان عاطي منظر حلو قوي مع الطماطم، تحفه. هو التصوير والله ظالم الصينيه، بس الصينيه كانت جميله في منتهى الروعه وشكلها حلو، بس التصوير ما كانش عاجبني خالص، الاضاءه والايديت مش عاجباني. ادي الصينيه خلصت اهي، هبتدي احطها في الفرن واوريها لكم بعد كده عامله ازاي. انا حطيت زي كوبايه ميه مغليه بالكاتل اهو، لو اخدتوا بالكم كوبايه ميه مغليه، ما تحطيش ميه كتير لان الكفته بتنزل الايدام بتاعها، ومع الميه كمان في بطاطس وفي ميه الطماطم بتنزل على البطاطس، فاحنا مش عايزين ميه كتير. طبعا دخلتها الفرن وطلعتها. بصوا شكلها بجد كان طعمها رهيب، كلمه رهيب دي شويه، بجد كلمه تحفه دي شويه، كانت حلوه قوي. واللحمه المفرومه مستويه كويس جدا من جوه، البطاطس استوت حلوه قوي. بصوا انا طلعت لكم برده واحده اهي كده عشان اوريكم برده ايه قد ايه مستويه وقد ايه كانت حلوه. الصراحه نفسي ادوقكم الصراحه يعني، بجد انا دقتها كانت حلوه قوي جميله، والملح بتاعها مظبوط، والبطاطس كمان الحمد لله استوت. يعني البطاطس كده كده انتوا عارفين ما بتاخدش سوا، انا كان اهم حاجه عندي ايه اللحمه المفرومه اكيد، او اللحمه عموما تستوى اكتر يعني، المفروض يعني اهم حاجه عندنا الايه اللحمه تكون مستويه كويس. طبعا كده خلاص انا خلصت الصينيه. ما تنسوش بس ايه لو عجبكم الفيديو بالله عليكم يعني ما تبخلوش عليا باللايك وكومنت واشتراك لو مش مشترك.